حكاية حصلت معايا ومش عارف أضحك عليها ولا أزعل. من كام يوم قررت قرار مصيري. قلت خلاص أنا كبرت ولازم أبقى شخص مسؤول وأبدأ أعتمد على نفسي. القرار ده طلع في دماغي فجأة وأنا واقف قدام التلاجة بالليل. قلت لنفسي من بكرة مفيش طلب أكل من بره، هنطبخ في البيت أكل صحي، أكل نظيف، أكل فيه نفس. تاني يوم نزلت اشتريت شوية حاجات، خضار، فراخ، حاجات كده تحسسك انك داخل حياة جديدة. رجعت البيت فخور بنفسي، حسيت اني اب ل3 عيال مش اعزب. دخلت المطبخ وقفت ابص على الحاجات وهي بصالي. كلنا مش فاهمين هنعمل ايه. فتحت يوتيوب، كتبت طريقة عمل أكلة سهلة. الفيديو طلع 5 دقايق، بس الراجل كان بيجري في الخطوات كأنه بيطبخ من 20 سنة. قال نحط شوية زيت، أنا حطيت كتير. قال رشة ملح، أنا حطيت معلقة. قال نقلب بهدوء، أنا قلبت بعنف. بعد شوية المطبخ بقى شكله فيلم أكشن، زيت على الحيطة، دخان، وأنا واقف ماسك المعلقة ومتوتر، حاسس إني بفوض الأكلة مش بطبخها. شميت ريحة غريبة، مش وحشة هوي بس مش مطمنة. قلت يمكن دي الريحة اللي بيقولوا عليها نكهة. دقت وسكت شوية. جسمي كان محتار، يا إما يبلع يا إما يرفض. بلعت وقلت لأ، مش وحش، هو بس محتاج يتاكل في ظروف نفسية صعبة. قعدت آكل وكل لقمة محتاجة شجاعة، وكل شربة مية بعدها محسوبة. بعد ما خلصت بصيت على المطبخ، لقيت معركة. الصحون في كل حتة، الحلل محتاجة محامي. غسلت شوية وتعبت، غسلت أكتر زهقت، وفي الآخر قلت هو أنا عملت كل ده ليه؟ مسكت التليفون، دخلت على تطبيق طلب الأكل، لقيت نفس الأكلة اللي حاولت أعملها جاهزة وفي 30 دقيقة وبسعر أقل من اللي صرفته. قفلت التطبيق وبصيت في المراية وقلت لنفسي واضح إن الاستقلال ده محتاج تدريب. ومن ساعتها كل ما افتح التلاجة وافتكر قرار الاعتماد على النفس، أطلب أكل وأقنع نفسي إن ده دعم للاقتصاد الوطني.